السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي أول مرة يشوف بيتك بسيط مع فاطمة ما ينساش يدوس على كلمة اشتراك ويفعل الجرس عشان يجيلكم كل جديد. رايحة فين يا فاطمة في الحر ده؟ بقول لكم ايه، النور رايح دلوقتي وانا عندي كذا مشوار لازم اخلصه. اولا عايزين نعمله فطار نحضره. ثانيا عايزه اروح اشوف التليفون بتاعي في التوكيل وهاخدكم معايا. وهاخدكم معايا كمان عند كلبوزه. مين كلبوزه دي؟ هبقى نحكي مع بعض في السكه واقول لكم عليها. كلبوزه راح اغير الفستان عشان طلع الفستان كبير جدا. فالفيديو ده بقى متنوع، هاخدكم بقى واحنا بنجيبوا فطار ان شاء الله. ولما يكون النور جه، احنا اللي نزلنا اصلا ان النور قطع، فقلنا بدل ما ننام يا بت نحرك نفسينا، واخدين بالكم، ونتعب شويه عشان نحس بالصيام وناخد اكل كامل. اهم حاجه بس استغفري وانت ماشيه، تمام زي ما سبحي بحكي كده يعني. ان شاء الله. ربنا يتقبل من الجميع. ولو لسه ما عملتوش لايك اعملوا لايك، ويلا نتابع الفيديو ونشوفوا الجوله كده اللي هتبقى مع بعضينا. هنتفسح يعني، فيلا اتفسحوا معايا. احنا صايمين. يلا بينا. انا هروح اسال بقى على التليفون بتاعي، بقاله اسبوع او 10 ايام في التوكيل سامسونج. التوكيل ده فتح جديد عندنا هنا، للي ما يعرفش بعد الحديد والصلب على طول. ولو انت جايه من 21 يبقى قبل الحديد والصلب، تمام، قدام معمل المرور وصيدليه خالد ايه، خالد البيلي. خالد البيلي، امام صيدليه خالد البيلي. تمام، يلا بينا كده نشوف التليفون بتاعنا خلص ولا لا. ادعوا لي كده ان الاقيه اشتغل. التليفون ده اللي عليه الواتس بتاعي والشغل وكل حاجه. يلا بينا. بص هنا الاستقبال بقى يا بنات، وده الايصال بتاعي. هنروح كده نتفاجئ، يا رب يكون اشتغل. بصوا يا بنات، وكمان عندهم شاشات جميله بسم الله ما شاء الله. كل حاجات سامسونج هتلاقوها موجوده هنا، صيانه كمان وكل حاجه. تعالوا كده ناخد كده جوله عمال ما يبحث على التليفون بتاعنا. بصوا التلاجات دي بسم الله ما شاء الله، سامسونج عامله 24,500 صح كده؟ بعرف اقرا انجليزي. اهو التلاجة حلوه، مساحتها حلوه من جوه، شايفين؟ مش التلاجة دي غريبه شويه. دي الرفوف من فوق ودرج، وتقريبا الفريزر من تحت. ما انا بقول غريبه شويه ان الادراج تبقى فوق والفريزر تحت. الفريزر عباره عن 3 ادراج، وفي غسالات اهي اوتوماتيك برضو سامسونج. 35,000 الغسالة. وفي ب30,000، وفي ب21,500. في بقى هنا اهي سامسونج اللي هي فول اوتوماتيك، حلوة دي برضو، واسعة حلوة. 30 عاملة 30,000، ودي عاملة 35. دي تقريبا الباب بتاعها اللي هو ايه، بيقفل لوحده. المهم ده المكان، لو حد حابب يجي هنا صيانة تليفونات بقى وكل حاجة، وتشتروا سامسونج من هنا. ودي كل الشاشات. مالك قاعدة في الريسبشن مستنيين التليفون. تابعوا بقى الفيديو للآخر، نروح نجيبوا أكلنا النهاردة ونشوف هنفطروا ايه وهيبقى يومنا عامل ازاي. كمان لسه هنروح عند كلبوزه زي ما قلت لكم، هنغير الفستان. شوفوا بقى اللي هجيبه ايه عشان نروح نصيف بقى وندندش. طبعا لسه التليفون ما جاش، هو خلص خلاص الحمد لله. بس عقبال ما تجيبوا شركه الشحن بيجي من القاهره صح كده؟ بيجي من القاهره، بيجي من القاهره، بيتعمل له كده الغيار الاصليه. تمام، احلى حاجه ان انت تليفونك توديه للتوكيل هو اللي يصلحه لك ويغير لك كل الحاجات اللي فيه. كل التليفونات اهي موجوده، وزي ما انتم شايفينها كده بسم الله ما شاء الله. ده اللي هو اتفتح 2 ده. بصي زي المحفظه، شفت التكنولوجيا الحديثه، تليفون زي المحفظه تفتحيه وتقفليه. فدايما بنودي التوكيل، وعلمتهم بصراحه كله يروح التوكيل يصلح هناك احسن حاجه. تديكي ضمان على الحاجه اللي بيغيرها لك، وبتبقى حاجه جميله. يلا بينا واعملوا لايك لو لسه ما عملتوش لايك. عاجبها قوي التليفون اللي بيتفتح ويتقفل ده، غالي جدا. ما يغلاش عليك. يلا بينا. بصوا يا بنات، وانا معديه هنا المسجد، طبعا خلصنا موضوع التليفون وماشيه على الخط كده. ده مسجد موجود عندنا هنا برضو في الهانوفيل.
لقيت راجل كبير بيقطع من الزرع ده، فبقول له انت بتعمل ايه؟ قال لي ده الشيخ الجامع قال لي ان ده نعناع سعودي. قلت له وريني كده. انا طبعا عشان خبره بقى، حبايبي في السعوديه كانوا جايبيني. قلت له ده حبق سعودي وده ريحته قويه جدا، تاخد منه ورقه واحده بس مع كوبايه الشاي. قال لي انا هعمل كوبايه، ده انا هعمل براد حط كله. قلت له لا، حط ورقه واحده بس عشان بيبقى ريحته قويه. بصوا يا بنات، مزروع جنب الجامع اهو، بسم الله ما شاء الله. واللي عايز بياخد ياخد. الشيخ قال لنا خده، انا خدت منه دي، خدت منه ديت. يلا بينا يلا بينا نعدي بقى. شوفوا رايحين في اسكندريه. ايوه اتزرع عندنا اهو. اللي معدي بقى طفلت قفتين. والله ريحته ما شاء الله قويه جدا. تعالوا اوريكم المكان عشان اللي عايز ياخد حبق من هنا يجي ياخد. بس يستأذن الاول. يستأذن شيخ الجامع. شيخ الجامع اللي قال له خد، وانا خدت من الراجل اللي شيخ الجامع قال له خد. يلا بينا. جنب سمسم. طبعا سيبنا النور قاطع في البيت، فجينا هنا لقينا النور قاطع. احنا هنا موجودين عند كلبوزه، فجينا نغير الفستان وكده وتشوف الموديلات اللي موجوده عندها. بس بصوا، شفت الموديل المايو ده خطير 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 خطير. بصوا شكله عامل ازاي، سامعين الصوت ده؟ ضد الميه يعني، تنزلي البحر ما تتبليش بسبب المايو ده، بس غالي جدا. تمام. فمش هقدر اكمل لكم بقى جوله هنا عشان النور اللي قاطع. بصوا المنظر عامل ازاي في كل حته. يلا بينا واعملوا لايك. وكده يا بنات غيرنا الفستان، وكمان اتدبست اشتريت فستان اللي هي لما اروح البيت هوريكم وشوفوا بقى الزحمه عامله ازاي، والطريق كان واقف بطريقه رهيبه. الله المستعان. نوصل البيت ونشوفوا هنكمل مع بعض وهنعملوا ايه. يا رب الفيديو يعجبكم. ووصلنا البيت والحمد لله يا بنات. بصوا ما اقولكوش الجو عامل ازاي. بصوا الحمد لله. جبت فرخه، كان بقالي فتره طويله صراحه ما جبتش فرخه كامله، بنجيبها بالقطاعي، مره وراك ومره بانيه وكده. فانا عشان بحب الصدر جدا فقلت يا بنتي لا، هجيب فرخه النهارده ان شاء الله يعملها على الصيام. وجبت ايه تاني معايا؟ جبت كيلو رز. والله كنت بجيب بالنص الاردب وشوال الرز. فسبحان الله العظيم 3. فالحمد لله نعمه وفضل. جبت كيلو رز. وجبت ايه تاني؟ العربيه عدت، خدت ربطه الملوخيه الكبيره دي، الربطه دي كلها كده ب25 جنيه. نقعد بقى بالليل في السهره بعد الفطار نبقى نقطفها مع بعضينا ونفرزها. جبت ايه بقى؟ بصوا انا اختي ربنا يجيب فيها شر المرض يا رب ويبارك فيها، كانت رايحه تجيب حاجه لنفسيها، فراحت جايبالي معاها فستان ده امبارح، بس هو كان مشجر بقى وفاقع قوي وكده يعني. قلت لها لا انا ايه، جميل وحلو وتعيشي وتجيبي لي يا رب، بس طلع كمان كبير يعني. اللي خلاني ان انا ايه غيرته ان هو طلع كبير جدا. قلت لها لا ده كبير. قالت لي خلاص تعالى اوديك المحل اللي جبت منه من عند كلبوزه وهاتي ايه الاصغر. فانا لقيت اللي هو اللون البترولي ده ساده، وقلت بلاش المشجر وخليني ايه في الساده. ايه رايك يا بنات؟ حلو. فربنا يخليها لي يا رب ويفرح قلبها وتفرح ببناتها ويسعدها يا رب، ويسعد كل الاخوات الحنينه وكل اللي يعني يتمنى يبقى له اخوات يديهم يا رب ابنهم. فانا قلت يا بنتي بقى ايه ادلع نفسي، فجبت هي جلابيه بس تمشي خروج، خلي بالكم بصراحه. وانا لقيت اللون ده فانا ضعفت قدامه. بصوا كمان رحت عشان ابدل العبايه واجيبها صغيره، جبتها ساده وكمان جبت فوق منها دي جميله حلوه. عامله على فكره دي عامله 310، مش غاليه جدا اهي. منها جلابيه ومنها فستان. بذمتكم كده قولوا لي رايكم فيها ايه. تمام. بس الفستان غالي، الفستان غالي يعني. فربنا يخليكي ليا يا بوحه وما تحرمش منك ويفرح قلبك ويرضيكي ويزيدك من نعيمه بفضل يا رب، زي ما دايما بتكبري بخاطر كل اللي حوالين منك ربنا يكبر بخاطرك. وده الطبيعي، ده الطبيعي، كل اللي بيكبر بخاطر اللي حوالين منه ربنا يكبر بخاطره وكده. بصوا اللون حلو قوي. انا عايزه لها طرحه حمصي اللون ده حمصي. يلا مبروك عليك يا فطومه. هشيلهم بقى عشان ان شاء الله لما ربنا يكرم باذن الله ابقى اروح
المصيف ابقى البسها. يقولوا لي بقى البس على دي ايه. انا عندي طرحه هبه كانت جايباها لي وشايلاها بقى لها فتره طويله، الارضيه بيضه وفيها مربعات نفس البترولي ومربعات خضراء ومربعات حمراء وفيها شويه الوان كده، ممكن يدلعوا الموضوع. حلوه صح؟ لونها حلو. يلا بينا، يلا بينا نعمل الفطار بتاعنا، الوقت بيجري وعايزين نصلي العصر، عصر أذن كمان علينا في الطريق. كويس ان احنا رحنا بينا والنور جه. تمام. ده من عند كلبوزه. كلبوزه بتبيع المقاسات، بتطلع كل المقاسات اللي هي الواسعه، المليانين كلهم، يعني الحجم العائلي، بيسموه ايه مش عارفه، مقاسات خاصه. ايوه مقاسات خاصه. فكلبوزه متخصصه في المقاسات الخاصه. تمام. يلا بقى نعمل الفطار بتاعنا ونغيره كده ايه بسرعه ونشوف هنعمله ايه. ما تنسوش تعملوا لايك. مش عايزين نعمل. بص بقى يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده، دي الفرخه هنبدا كده ايه نقطعها مع بعضينا. الصراحه حيرانه انا اعملها اكل ايه، بس يلا نشوفوا كده هنعمله ايه، وبعد كده نخلص المطبخ اللي قدام مننا ده يضرب يقلب. انا هقسمها كده من عند البطن من فوق بالشكل ده كده. تمام. هخليها زي ما هي كده ايه صاحيه، نحطها كده ايه في الصينيه ونحبشها وندق عليها كده ونكسر ظهرها وتبقى مفروده معانا بالشكل ده. حطها في الطبق ده معايا 3 ليمونات تعبانين كده يعني، فقلنا نعصرهم ايه بالمره بدل ما يبوظوا في التلاجة، ونرمي كده ايه معانا. تمام. نعمل لها ايه محلول كده تتنقع فيه عشان تبقى ريحتها حلوه ونعشه وجميله كده. وانا معاكم بقى بنفكر نعمل اكل ايه الصراحه يعني. والقطه هنا بقى كانت بتقولي وحشتيني كنتي فين، عماله تنط على رجليا وتحضن فيا وحالتها حاله. حطيت ملح وحطيت معلقه حبهان مطحون، بيدي كده ريحه في قلب المحلول بتاعها، وشويه دقيق وشويه الملح، ونقعيهم كده في حبه ميه واركنيهم كده ايه على جنب. بصراحه نص ساعه كده بتبصي تلاقي الدنيا بقت تمام معاكي وتشوا فيها وبتبقى زي الفل. يلا بينا بقى نشوف هنعمله ايه. هنا ضربت البصل زي ما انتوا شايفينه يا بنات، هنحط عليه بقى ايه الملح بتاعنا بالشكل ده كده، وكمان فلفل اسمر، حبة حبهان صغيرين، بهارات مشكلة. تمام. بنتعب بقى كل الحاجات الحلوة دي كده ايه مع بعضيها، ونجيب الفرخة بتاعتنا ونحشيها كده من جواها البصل، ونجيب بقية البصل بالشكل ده كده، ونبدأ نقطع الصدر بالشكل ده. تمام يا بنات. وبعد كده ايه نخرم الوراك بالطريقه ديت. خلاص. قرن فلفل بقى ايه قطع ماشي زي ما انتوا شايفينه كده عشوائي زي ما يجي معاكم، بالطول بالعرض مربعات مفيش مشكله، وطماطميه واحده كفايه بالشكل ده كده. وكمان عندنا 3 4 بطاطسات هنقطعها كده ايه تخينه بالشكل ده عشان تتحمل السوا معانا. تمام يا بنات. اي حاجه بقى موجوده عندك، ممكن تحطي جزر لو موجود عندك متوفر جزر. والله جزر في التلاجة بس انا ما شفتهوش الا بعد ما خلصت، قلت طب ما جزر ايه، ما انا كنت حطيته استغليته بدل ما هو مركون. اي حاجه بقى موجوده عندك خضار ممكن تحطيها كده حوالين من الصينيه بالشكل ده، وحطي معلقه سمنه بلدي او سمنه عاديه او شويه زيت. كده كده الفراخ هتنزل الإيدام بتاعها وبس. اهم حاجه حطي كوبايتين ميه في قلب منها. خلاص. هشطف بقى كده انا ايدي اهي، نحط بقى حته سمنه صغنونه كده رشروشه كده صغيره، وغطيها بورق المونيا او بصينيه او باي حاجه، غطيها ودخليها الفرن تستوي. وما تنسوش تعملوا لايك. هنا حله المحشي اللي قلت لكم عليكم ده كان ايه اللي قلت لكم عليكم دي. المهم كانت موجودة عندي في التلاجة زي ما انتوا شايفينها كده. الورق دوت طلعته وفكيته كده ايه من بدري، وعملت كوباية رز مع شوية صلصة موجودين مع شوية خضرة كده كانوا موجودين عندي في الفريزر، ضربتهم على قلب بعض. فبدأت ان انا احشي حلة المحشي زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. قلت لو اتبقى مني رز ولا حاجة نحط لها قرنين فلفل نحشيهم او طماطم والكلام ده كله. خلصنا حلة المحشي حطيناها على النار. تمام. حطينا الشوربه، ودي الباميه استوت وهرسناها بالهراسه زي ما انتوا شايفينها كده، طشيناها بالثومه والكزبره. تمام. شايفين الحله الصغننه دي، هوريكم انا الحله الصغيره. نحط بقى في الطاسه كده شويه باميه بالشكل ده كده مكان ما عملنا الثومه. يلا بألف هنا. خلاص كده يا بنات
خلاص هوريكم بقى الحلل الصغننه المقطقطه اللي انا عملت بيها الفطار النهارده، وليه عملت حاجات صغيره كده علشان ما فيش حد قاعد في البيت الا انا ومحمود بس. معانا محمود بيروح الشغل بيجي بالليل، ومحمد مسافر ربنا يجيبه بالسلامه يا رب. دلوقتي انا هفطر انا واختي صباح ورحمه، وحوده كان اتصل بيا قال لي ان هو كمان جاي من الشغل، فهنفطر كلنا ايه مع بعضينا. اهي حله المحشي المقطقطه وفيها فلفل اخضر وطماطمايه تمام زي ما انتوا شايفين. ادي الرز بالشعريه، عملت كوبايه رز بالشعريه عشان حوده، وادي الفرخه والبطاطس وكمان المحشي وانا وده كان فيديونا النهارده، واشوفكم